ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض الاكله الجميله الحلوه دي. اكله سهله وبسيطه ومغذيه وحلوه بجد، يعني تغيير عن الاكل اليومي اللي احنا متعودين عليه. وهتعجب اولادكم ومغذيه ليهم جدا. اولا بعتذر عن صوتي عشان عندي دور برد محترم. دعواتكم بقى بالشفاء. الأكلة دي هي البصارة دي اللي هي عبارة عن فول مدشوش، يعني دي المكون الرئيسي بتاعها. مغذية قوي وفيها خضروات كتير، وتقدروا كمان أولادكم اللي مش بيحبوا الكوسة تقدروا ان انتوا تحطوها يعني في وسط المكونات بتاعتها، مش هتبقى باينة قوي. فتعالوا نشوف بقى ايه هي المكونات بتاعتها. اول حاجة عندي فول مدشوش بيتجاب من عند العطار، وبصلاية، وشوية توم، طبعا يفضل يبقى توم صحيح، وخضرة شبت وبقدونس وكزبرة، يفضل برضو ان هي تبقى طازة، بس انا عندي مجمدة فعملتها مجمدة. ده حوالي ربع كيلو، تقدروا بقى تزودوا الكمية براحتكم. حطيتها في مية مغلية بعد ما غسلته كويس قوي الفول المدشوش، ونزلت بقى بالبصل والثوم والخضرة وملح وكمون بس. هديها تقليبة واسيبها بقى تغلي مع نفسها. انا عايزه اقول لكم مجرد ما حطيت المكونات دي مع بعض شميت ريحة البصارة على طول في ساعتها. بجد هي ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا. بصوا هنا بقى ابتدت تتشرب المية بتاعتها، والبصل بصوا ابتدى يتهري. هفضل ان انا اسويها لغاية ما تدبل معايا خالص. هبتدي بقى اقطع البصل، انا بقطعه رفيع كده زي بتاع الكشري، تقدري تقطعيه مكعبات صغيرة، يعني تقطيعة البصل دي بتاعتك انتي بقى. بصوا بقى الكمية بتاعتي قلت، هستنى المية بقى يعني ايه يبقى فيه شوية مية صغيرين خالص، وتقدروا ان انتوا تضربوها بالهاند بلندر او في الخلاط. هنا عندي البصل بيتحمر، بحطه على مصفى، مش بحطه على ورق مناديل علشان يفضل مقرمش كده وشكله حلو، بجد طعمه كان خطير. بصوا وصلت للقوام دوت، هبتدي ان انا اطفي عليها واسيبها تهدى 5 دقايق بس، واحطها في الخلاط وهضربها في الخلاط. بصوا السمك بتاعها تقيل وجميل حلو ازاي، ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا احطه في الاطباق بجد، يعني عملت كمية محترمة، يعني الربع كيلو عمل لي ال4 اطباق دول. وما تستصغروش حجم الطبق، بس بجد يعني لا يعني وجبة متكاملة تشبع. وبجد يعني الأكلة دي اللي يطلع لها الأطباق من النيش بجد يعني تحفة وجميلة ومغذية. رغيفين عيش بلدي بقى مع شوية بصل وطبق سلطة، وجبة غذائية متكاملة حلوة بقى للأطفال والكبار، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. جميلة قوي، جربوها بقى بطريقتي دي وقولولي بتعملوها ازاي، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، ونتقابل بقى في وصفة جديدة ان شاء الله. بصوا جميلة جدا، هسيبها تهدى شوية واكلها بألف هنا وشفا. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.